هنياله اللي ما يرد أحد، هنياله اللي دائما يقضي حوائج المؤمنين. تدري إذا أخوك المؤمن إجاك بحاجة، كون أول شيء تقوله إلهي لك الحمد والشكر، خصيتني بهاي النعمة ما خصيت غيري، خليت هاي النعمة وهاي الرحمة تصير إلي. تدري حاجة أخوك المؤمن لما يجيك بحاجة، هاي رحمة الله سبحانه وتعالى بعثها إلك. خلي نسمع هسه هذا الكلام نفسه شلون قايلينه أهل البيت عليهم السلام. وهنيالك اللي تقضي حوائج الناس. إسماعيل بن عمار الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك المؤمن رحمة على المؤمن؟ يقول سألته قلت له: المؤمن رحمة على المؤمن؟ فقال: نعم. فقلت: وكيف ذلك؟ شلون يعني هذا؟ شلون المؤمن رحمة على المؤمن؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما مؤمن أتاه أخوه في حاجة فإنما ذلك رحمة من الله. أي مؤمن يجي أخوه المؤمن بحاجة، ترى هاي رحمة من الله سبحانه وتعالى. زين، رحمة من الله ساقها إليه وسيبها له أو وسببها له على بعض الطبعات. زين، فإن قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولها. إذا قضيت حاجة أخاك المؤمن، خلاص أنت قبلت الرحمة بقبولها، قبلت رحمة الله سبحانه وتعالى. زين، إذا رديته وما قضيت حاجته، وإن رده عن حاجته وهو يقدر، هاي حط جواها خط، حتى خاف بعض الأخوة يستعجلون. يعني أنا والله أنا مو متعمد، بس أنا ما قدرت أقضي حاجته. يقول إذا تقدر ورديته. وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها فإنما رد عن نفسه الرحمة التي ساقها الله إليه وسيبها له أو وسببها له، مثل ما قلنا. وبعد بها تفاصيل أكتفي بهالمقدار، وأنتم راجعوا من أذكر المصدر. كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، صفحة 273، عقاب من أتاه أخوه في حاجة فلم يقضها له. والرواية بس هي تحت هذا العنوان. ودمتم بخير وفي أمان الله.